أفضل 5 أكلات لصحة المعدة وجهازك الهضمي. أول حاجة الأكلات المتخمرة زي الزبادي والكفير والمخللات، خصوصا مخلل الخيار والكرنب، واللي بتحتوي على البروبايوتكس المسؤولة عن صحة الجهاز الهضمي. تاني حاجة الموز، لأنه بيحتوي على ألياف الإنولين واللي بتساعد في نمو بكتيريا الميكروبيوم الجيدة. تالت حاجة الجنزبيل، لأنه بيحتوي على مادة الجنجرول اللي بتساعد في عملية الهضم وبتحسن من حركة الأمعاء، بتقلل من إحساس الغثيان وبتقلل كمان من الانتفاخ والغازات. رابع حاجة زيت الزيتون، لأنه بيحتوي على البوليفينولز اللي بتقلل من التهابات المعدة وبتساعد في نمو بكتيريا الميكروبيوم الجيدة اللي في الأمعاء. خامس حاجة الكركم، واللي بيحتوي على الكركمين واللي بيعتبر مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات وبيساعد في نمو بكتيريا الميكروبيوم الجيدة زي البيفيدوبكتيريا واللاكتوباسيلاي، وبيقلل من نمو البكتيريا الضارة، ومنها بيكون مسؤول عن نمو السرطانات. ومش بس ال5 أكلات دول، لكن لو أكلنا دايما بيحتوي على الألياف من الخضروات والفاكهة هنحافظ على صحة الجهاز الهضمي.